مين قال ان اكلتنا النهارده مستنيه ان انا اعملها بلحمه؟ لا، ده النهارده عملت حته غدوه هتغدي البيت كله، وعايزه اقول لك ايه، ريحتها كانت مفحفح في البيت كله. وشويه بقى في قلب الحله دي، يا خراش يا خراش، ما يتاكلش جنبهم الا الطبق الحلو الحرش ده. ايوه، الطبق الحرش ده لزوم الاكله الجامده اللي ما اقولكيش، كله هيقعد ياكل فيها وهتشبع وتكفي ويفيد منك لتاني يوم كمان. طب يلا بينا نسمي الله ونصلي على حضرة سيدنا النبي. بصلاية، شوية ملح، شوية فلفل اسود، شوية 7 بهارات، شوية بابريكا. وهمسك ده كله اسكت، لا احط له بقى قرن فلفل حامي، خليهم قرنين بس، محدش يقول لمريومة بنتي ان انا حطيت قرنين، على قرن فلفل رومي كده لو عندك، ما عندكيش خلاص، المهم الفلفل بيحليها قوي قوي. حتة تومة، وهمسك الكلام ده كله ادعك 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 فيه لحد ما البصله تسرد الميه بتاعتها. ايوه، مش ان انت بس تقلبي البصلايه، لا، لازم تفضلي تدعكي في البصلايه لحد ما تنزل كل السائل بتاعها. بعد كده هنزل عليها بالبطاطس بتاعتي. انا النهارده عملت كيلو الا ربع بطاطس، قطعته حلقات زي ما انت شايفه كده. نيجي بقى في صينيه على النار وننزل بقى بكبد وقوانص مغسوله كويس جدا جدا. انا جبت كيلو كبد وقوانص وغسلته كويس قوي بمحلول ملح محترم، خلاص صفيته، ونزلت بقى بحتة سمنة او شوية زيت، بس انا افضلها بشوية زيت. نزلت بالكبد وقوانص، اديتهم صدمة كده عشان ما يبقاش في الاكلة بتاعتنا اي زفارة. بعد ما خدوا صدمة وخدوا ودوا بشكل ودي مع بعضيهم، نزلت عليهم بالبطاطس بتاعتنا اللي تبلناها بالبصل والفلفل والتوابل واللازم منه. بعد كده نزلت بشفشق طماطم وشوية زيت، ودخليها بقى الفرن، اديتها غلوة من فوق وبعد كده دخلتها الفرن. طب الاكلة بقى اللي ولادي بقول لكم ايه، ولادي عشقوها كده وقعوا في غرامها وما بقوش يستغنوا عنها. حطيت كده حته سمنه ونزلت بقى باللسان عصفور بتاعي هحمره. الله الله، بتعملي لسان عصفور يا ليلى؟ لا استني يا ست البنات، ارجعي كده لكام فيديو عندي هتلاقيني قلت لكم ان انا بناتي خلاص يعني بقوا من عشاق الرز باللسان العصفور. ايوه، الرز باللسان العصفور بيبقى مفلفل وطعمه حلو قوي قوي يا بنات، احلى من الشعريه كمان. حطيت كده بعد ما حمرت لسان عصفور، نزلت كمان بالرز بتاعي ونزلت عليهم بشويه ملح وسنه صغيره من الفلفل الاسود، والله بيخلي الرز رائع. سنه الفلفل الاسود دي بتخلي الرز تحفه قوي. وسويت بقى الرز، وتعالوا هنا بقى نغرف شويه رز مفلفلين، انما ايه سيدي يا سيدي. وطلعنا بقى صينيه الكبد والقوانص بالبطاطس. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض على جمالها بجد، واتغدى البيت كله وفاض نصها كمان. والله سبحان الله كان فيها بركة، بسم الله ما شاء الله. الدمعة بتاعتها متسبكة حلوة قوي قوي، الكبد والقوانص مستوية حلوة عشان اديناها صدمة في الأول ما بقتش فيها طعم زفارة. حتة طماطم مخللة، وسيدي يا سيدي، وبحبكم وسلام عليكم.